من جورجيا وسيمبا تنزانيا والقادسيه الكويتي. كذلك بالدوري الجنوبي الافريقي وفيصلي السعودي كيساعدوا على الاله فابي. هذه محاولة رأسية دائما محاولة البحث الإمكان. إذا كنتابعوا الإعادة ديال المحاولة الكرة وصلت لإدريس الجبلي هو الجهة اليمنى. تمريرة من آدم بريكا لكن كرة سهلة. إلو تدخل واصل كرة من طرف أشرف هرباش انطلاق على مستوى عجين وصران. تدخل وإبعاد رياضي بالنادي. هذه محاولة تابعوا الفرصة لبداية فريق المغرب الفاسي إمكانية تسديد مرات جانبا. محاولة ممتازة بواسطة آدم بريكا اللي كيسدد كرة تمر جانبا امامنا. لاعب ادم بريكا هذا اللاعب ابن مدرسه الفريق مدرسه المغرب الفاسي. لاحظوا طريقه باش خدا الكره يسدد بالرجل اليسرى لكن الكره ديال لعبه لاعب اسامه الرحماني واسامه نور الدين وياسين جبران. هذه فرصه تسديده لكن تدخل الدفاع فريق المغرب الفاسي. اشرف الباش كيلعب كره طويله في اتجاه سفيان بالجديده. الكره بالراس. هذه محاوله البحث امكانيه تسديد لكن تدخل بالجديد في الجهه اليسرى. التمرير هذه محاوله في فريق المغرب الفاسي عرضيه تدخل بالدوري البلجيكي. لعبت كره دائريه محاوله راسيه لكن مشات فوق المرمى. كانت الراسيه ديال سليمان علوش. سليمان علوش امامنا في الصوره. كذلك اللاعب اللي تم استقطابه بالراس من طرف كرة طويلة. هذه محاولة في فريق المغرب الفاسي إمكانية الدخول. تدخل اللي كان أمام فريق أولمبيك أساسية. هذه محاولة ممتازة تسديدة قوية وتدخل الحارس دائما. محاولة لفائدة فريق المغرب الفاسي. ترفعات الكرة من جديد تدخل لفائدة فريق حسنية أكادير عند اللاعب الطنازي كمرار لكن الكرة بواسطة سليمان علوش وتدخل الحارس بدر الدين عبير. ممتاز سليمان علوش كان للبحث كانت وصول تكتيكيه تكون في اتجاه الفرجه. هذه محاوله تدخل الحارس ممتاز بدر الدين عبير. في وقت الحكم كيوقف اللاعب صفور ديال الملعب بطريقه صراحه اللي قليل في كنشوفوها في الملاعب. كيلعب كره طويله في اتجاه يوسف عربيدي لكن تغطيه دفاعيه حاضره. تدخل وابعاد الكره. الحكم كيقول ضربه مرمى. البرادي لعبت الكرة دائرية. خروج انطلاقة ديال سفيان جديدة. خروج الحارس تدخل الدفاع. الخطورة رأسية. أشرف هرباش يضع الكرة في الشباك. هدف أول لفائدة فريق المغرب الفاسي. كان خروج خاطئ للحارس بدر الدين أبعير في الوقت اللي كان انطلاقة ديال سفيان جديدة. تصل الكرة لأشرف هرباش الذي يضع الكرة في الشباك. وهدف أول لفائدة فريق المغرب الفاسي اللي تنطلق الاحتفالات على مستوى المدرجات. في الوقت اللي كانت الانطلاقه ديال افضل شيء هو اكيد تحت فرصه. هذه محاوله لكن عند اللاعب بابا بيلو. هذه محاوله لفائده فريق حسنيه اكادير لكن تمكنش من الكره اللاعب يوسف كينفذ الشرط. هذه محاوله لفائده فريق المغرب الفاسي لكن التغطيه الدفاعيه كانت حاضره. حسن نبي طالب على الكره الاخيره قبل التدخل. في الوقت الحكم كان الخطا لفائده فريق المغرب الفاسي. اسامه نور الدين ولي سقط فوق ارضيه الملعب. الحكم كيطلب اللاعبين. الوقت اللي جوج ديال الدقائق كوقت بدل تضيع فرصه. والحكم رفع الرايه في الوقت اللي الكره في الشباك. محاوله كانت لفائده فريق المغرب الفاسي. كانت عربيدي يرفع الكره. محاوله تدخل وابعاد الكره اللي في الوقت اللي الكره كانت في اتجاه اللاعب حميد احدى تسديده. تدخل الحارس صلاح الدين شهاب. تابعنا التدخل الممتاز لادريس الجبلي ثم تسديده والكره في يد الحارس. المغرب الفاسي كان دائما عنده لاعبين كبار على المستوى التهديفي. هذه محاوله امكانيه التمرير. تدخل الحكم في الكره الركنيه. هناك المطالبه بلمسه يد لكن الحكم كان قريبا. يلعب كره في الجهه اليسرى. محاوله لفائده فريق حسنيه اكادير. تمريرات ظاهره. هذه محاوله وسط لاعب سفيان جديده كيسدد وتدخل الحارس. مدرسه الفريق 20 سنه تابعوا التسديدات السوفيه بجديده وجلانو يحملوا قميص ديال فريق المغرب الفاسي. هذه محاوله تدخل عصام بيه كيبعد الكره للركنيه تجاه لاعب مروان اورو العرضيه الراسيه. تدخل محاوله البحث عن العرضيه داخل مستطيل العمليه. رفعات الكره فوق المرمى. الراسيه فوق المرمى تضيع على سفيان بجديده. كانت محاوله لفائده فريق المغرب الفاسي او لاعب ماريا سواء اسم الانديه الوطنيه وكذلك المنتخبات الوطنيه تبعد الراسيه. الكره مشات فوق المرمى. محاوله ممتازه ركنيه راسيه لكن الكره مشات فوق مرمى الحارس صلاح الدين. المباريات هذه محاوله من الفريق حسنيه اكادير لكن تحت توجيه البناء ايمن طرازي
كيرفع الكره الرأسية جنبه. هذه محاولة حكم كان خطأ في فريق المغرب الفاسي والبطاقة. اعتقد من البطاقة حمراء لأن أسانبي عنده ورقة صفراء. البطاقة الثانية لأسانبي ما يعني كرة طويلة انطلاقة ديال سفيان بجديدة وتدخل حارس بدر الدين عبير. خبرة المغربي الأقل من 17 سنة. كرة طويلة تدخل و سقوط ديال نجم. اعتقد اللعيبه بابائلو ونجم كيلعب الكره دائريه لكن تغطيه دفاعيه حاضره تسديده لكن كره بعيده كره بعيده. والدوري المغربي تبادل المحاوله انطلاقه لسليمان علوش والحكم كيقول شرط بدايه فريق المغرب الفاسي في الوقت الأخير. تبدا تكسر بلاعبي فريق المغرب الفاسي ممتازه محاوله سفيان بجديدة يظهر من جديد ويسجل هدف ثاني لفائدة فريق المغرب الفاسي. طريقة ممتازة تمريرات قصيرة دخول داخل مستطيل العملية تصل الكرة لسفيان بجديدة كيتمكن بطريقة فنية أن يوضع الكرة في شباك الحارس بدر الدين أبعير. إذا سفيان بجديدة هداف الدوري الاحترافي يسجل الهدف 15 بقميص فريق المغرب الفاسي. تمشي الهدف الثاني. هذه محاولة ونجم على مستوى الجانب التدخل والكرة في الركنية تمريرة لكن تدخل الحارس صلاح الدين شهاب. تاخذ الكرة كمرر على مستوى الجانب. هذه محاولة بداية فريق المغرب الفاسي لكن تابعوا الركنية الرأسية. الكرة مرات أمام المرمى بثلاث تغييرات. محاولة سفيان بجديدة كان خطأ على مستوى إبعاد الكرة مرة أخرى. الجوليادور والخطير سفيان بجديدة في المكان المناسب. هو الهداف والعارف بخبايا المرمى. سفيان بجديدة هدف ثالث لفائدة فريق المغرب الفاسي. تسديدة قوية تمكنش الحارس بدر الدين أبعير من إبعاد الكرة. من محاولة هدف رابع. حمزة أفصل يدخل منذ قليل. هدف رابع لفائدة فريق المغرب الفاسي. حمزة هو الهداف والعارف بخبايا المرمى. سفيان بجديدة هدف ثالث لفائدة فريق المغرب الفاسي. تسديدة قوية تمكنش الحارس بدر الدين أبعير من إبعاد الكرة. من محاولة هدف رابع. حمزة أفصل يدخل منذ قليل. هدف رابع لفائدة فريق المغرب الفاسي. حمزة أفضل دخل منذ قليل. تسديدة قوية كرة أرضية تعانق شباك الحارس بدر الدين.